مخالفتين مرور طبقا لقانون المرور، والتانية بتخص سواقين النقل فقط. أول واحدة عدم اتباع إشارات المرور أو تعليمات رجال المرور الخاصة بالتسيير، زي إن أنت تبقى ماشي مثلا وتكسر إشارة، أو زي إن هو يكون في عسكري أو أمين شرطة أو ضابط بينظم الإشارة يدوي ويقول لك اقف ما تقفش، أو يقول لك امشي ما تمشيش، أو تقف في مكان بيعطل المرور. هنا ده عدم اتباع تعليمات رجال المرور. ناس كتيرة مننا جات لها المخالفة دي ومش عارفة جات لها ليه. ايا كان بقى انت جالك المخالفه دي صح او مش صح، فالمخالفه دي معناها ان رجل المرور او امين الشرطه او الضابط اللي في الشارع بيقول لك امشي ما بتمشيش، اقف ما بتقفش، بتقف في مكان غلط ويقول لك امشي ما بتمشيش مثلا، دي المخالفه. اما تاني مخالفه اللي بتتعلق بسواقين النقل، فهنا مخالفه وزن الحموله او طولها او عرضها. فهنا المخالفة بتكون من 500 جنيه ل 1000 جنيه، وفي حالة تكرار الفعل خلال 6 شهور بتتضاعف العقوبة. وسلام.